الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين. أعزائنا المشاهدين الكرام، اليوم حنسوي معاكم وصفة بامية باللحمة. فيه قدر الضغط، نكشن البصل والثوم، زيت زيتون، ونحط لحمة ونزيد عليها بهارات ونحركها علشان تمتزج معاها البهارات، وبعدين نزيد عليها موية حارة وملح، ونقفل قدر الضغط لمدة 20 دقيقة لما تستوي اللحمة. وكمان ناخد البامية نغسلها مظبوط ونحطها على جنب، ونفرم طماطم، كزبرة، مقدونس، وفي القدر نزيد على اللحمة طماطم، كزبرة مفرومة، ماجي، عواد قرفة، ورق الغار، وبعدين نزيد عليها البامية ونخليها تستوي لمدة 15 دقيقة، ونزيد كمان معجون طماطم وعصير ليمونة. بعد ما استوت البامية نغرفها في صحن التقديم ونقدمها مع الرز أو العيش، وبألف صحة وعافية.